واش عمرك سمعتي بشخصيات البيضاء؟ واخا تخيل معايا واحد الشخص كال كيحب يعيش بلا صداع بلا مشاكل وما كيحبش يكون زعيم. ولكن واش هذه هي شخصيات البيضاء الحقيقية؟ في هذا الفيديو غادي نكتشفوا شخصيات البيضاء بلا خرافات، وغنعرفوا اهم نقاط القوة اللي كتميزو، كذلك نقاط الضعف والعيوب اللي في هذه الشخصية، كيفاش تقدر تطور شخصيتك الا كنتي بيضاء. خليك معايا حتى الاخر ديال الفيديو، لاني غادي نشارك معك اسرار مهمه بزاف اللي غادي يبدلو هذه الشخصيه 180 درجه، من بيتا ضعيف الى شخص قوي وواثق. بواحد الملاحظه، ربما تشوفني قاسي شويه في الكلام ديالي على شخصيه البيضاء، ولكن كنتكلم بصدق وموضوعيه وشفافيه، وهذه هي سياسه القناه. اليوم غادي نهضروا على واحد الشخصيه معروفة ولكن ما كيهضروش عليها بزاف في السوشيال ميديا، واللي هي شخصية البيتا. مسألة شخصية الألفا، البيتا أو السيغما ماشي موضوع علمي أو أكاديمي عند الإنسان، لكن هو علمي وأكاديمي عند الحيوان، مثل الذئاب والغوريلا الأسود وبزاف ديال الحيوانات. لكن في السوشيال ميديا تم إسقاط هذا الموضوع على البشر، وهذه كتبقى مجرد أسماء لأنماط سلوكية باش يوصفوا الناس ويعطيو أسماء مفهومة لشخصيات معينة أو مجموعات سلوكات مترابطة. أولا نبداو بتعريف ديال الشخص البيضاء، كيفاش الكادر ديال التفكير ديالو ولا ديال المعالم الأساسية ديال الشخصية ديالو. الشخص البيضاء هو الشخص العادي، شخص هادئ اللي ما كيسعاش السيطرة، كيرتاح في العرض والدعم بدل القيادة، كذلك متعاون اللي كيدير المهام المطلوبة منه وكيتعب الأعضاء ديالو في العمل. ومن الناحية الاجتماعية بيضاء بسيط في التفكير ديالو، لطيف واجتماعي، كيندمج في أغلب الدوائر الاجتماعية، وكتعتمد على المنطق والهدوء في التعامل مع الحياة. البيضاء دائما كيتحرك في جماعات وكيمشي في تجمعات كيف الطوائف الدينية والجماهير الكروية، وكذلك تجمعات المقاهي والحفلات. هو إنسان سطحي في التفكير ديالو، ما تيقدرش ينفرد بنفسه ويدير الأشياء هو كتعجبو، لأنه بلا جماعات يحس براسو لا شيء. كذلك هو استهلاكي، ديما تيشري آخر مظهر في الهواتف والملابس وما إلى ذلك. هو كذلك شخص طائع وخاضع، وما كيحبش المسؤولية سبب أنه ما كيحبش يتحمل العواقب، وهذا الشيء كيخليه يخاف يقلق والديه اللي كيأمروا ينهيو فيه، زوجته اللي كتحكم فيه، وحتى الشاف ديالو في الخدمة ديما تيبهدل فيه. وشنو تيقول منين تيبغي يفسر زعما هذا الشيء؟ يقول والديا خايبين ومتحكمين، زوجتي نرجسية، والشاف ديالي ديكتاتور. يعني ديما تيحمل الآخرين مسؤوليات الضعف ديالو والهوان ديالو. واخا شنو هي المميزات ديال شخصية البيضاء؟ أكيد هادشي اللي قلتو ماشي كله سلبيات، ولكن عنده ميزات. الميزة الأولى هو أن الشخص هادئ ومتحكم في الأعصاب ديالو، وكيبقى مركز وما كيدخلش في التوتر بسرعة. المستمع جيد والناس كيحبوا يهضروا معاه لأنه فعلا كيسمع وكيفهم. هو شخص اجتماعي بالأساس، متعاون وما كيبغيش المشاكل، العمل معه سهل، يعني الخدمة معه سهلة وما كيديرش التضارب ولا صدامات غير ضرورية. وفي العلاقات وكيعطي قيمة العلاقات، وكيكون صديق رائع، شريك مستقر، وحتى إنسان كيعرف قيمة العلاقات القوية، كيشوف التفاصيل اللي الآخرين كيغفلوا، بحال التحليل هادئ وملاحظة دقيقة، هادشي اللي تعطيه قوة في المشاريع، التخطيط وحتى في العلاقات. نجي دابا للعيوب ديال شخصية البيضاء.
ممكن ممكن الناس يستغلوه لأنه إنسان طيب ومتسامح. كاين اللي كيشوفوه ساهل وكيتجوزو الحدود ديالو، كيخاف يواجه، أحيانا كيتهرب من المواجهة، وهذا الشي كيتسبب مشاكل كبيرة قدام. صوتو ما كيوصلش، الهدوء ديالو كيخليه غير مسموع وسط الناس اللي أصواتهم عالية. يعني ما تيدافعش على حقه بقوة وجرأة، كيحكم بزاف على راسو، عنده نقص في الثقة في النفس. ممكن يكون قاسي على راسو ويشك القيمة ديالو، كيتهرب من الزعامة، من المبادرة ومن المسؤولية، حتى في المواقف اللي كيتطلبوا قيادة بسيطة. هادشي كيضيع عليه بزاف ديال الفرص. واخا دابا كيفاش غيطور راسو هاد الشخص البيطا؟ اول حاجة يتعلم يقول لا، بلا حشمة بلا خوف، يواجه بشخصية قوية، يحط حدود واضحة وصارمة للتعامل معه، ويتبنى معايير عالية في الحياة. يقوي المهارات ديالو في التعبير عن الرأي ديالو، ويثق في راسو، في الثقة وفي النفس وفي تطوير الذات. يجرب مواقف جديدة باش يفهم القوة ديالو الحقيقية، ويتحدى راسو ويتحدى القدرات ديالو. وأهم نقطة هي يتحمل المسؤولية دائما، دراسة ولا في العمل ولا في الحياة الشخصية ديالو. دائما السر كيبقى هو تعرف نقاط القوة ديالك وزيد تقويها أكتر، ولا تعرف نقاط الضعف ديالك وتخدم عليها وتقويها، باش تكون عندنا شخصية قوية ويكون الإنسان إنسان أفضل، بغض النظر على التسميات ولا الأسامي ديال بيتا ولا سيغما ولا ألفا. ويكون عنده شخصية ديالو يعني مستقلة على هاد الأسماء هادي، ويكون هو راضي عن راسو ومتناغم مع راسو وتايق في راسو. وفي الأخير نشكركم الإخوان على المشاهدة، وما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك القناة وتبارطاجيو الفيديو مع أصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة. شكرا.